الوضوء كيتعتبر من أفضل الأعمال وأجلها، والله سبحانه وتعالى كيغفر بها الذنوب والخطايا، وهذا في حالة ما خلصت النية لله تعالى وحده وابتغيت الأجر من عند الله سبحانه وتعالى. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء. يعني ملي كينوض الإنسان يتوضا لله سبحانه وتعالى، فالوقت اللي كيغسل فيها وجهه كيخرج ليه مع الماء كاع السيئات اللي شافها بعينيه. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. فالوقت اللي كتغسل فيه يديك كيغفر لك الله عز وجل بها كل خطيئة جناتها يديك مع آخر قطر من الماء، وكذلك ملي كتغسل رجليك كيغفر لك الله سبحانه وتعالى بها بكل خطوة مشيتيها في معصية الله. فما يجي الإنسان يسالي من الوضوء ديالو حتى يخرج نقي من الذنوب، وهذا فضل كبير كيدل عليه هذا الحديث. وداك الشيء علاش خص الانسان يتعلم احكام الوضوء ويعرف كيفاش يتوضا وكيفاش يرفع الحدث الاصغر على راسه. فاول شيء ملي بغى يتوضا خصو ينوي، بمعنى انه خصو يقصد بقلبه بان هذا الوضوء هذا باش يرفع به الحدث حتى يؤدي به العباده من الصلاه وتلاوه القران والطواف وغير ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات. وينتبه هنا على أن النية راه المحل ديالها القلب، يكفي أنك تنوي بقلبك بمعنى تقصد، ماشي كما كيديروا بعض الناس يعني كينطق بالنية ملي كيبغي يتوضا كيقول: نويت أن أتوضأ لصلاة الظهر، أو نويت أن أتوضأ لرفع الحدث. هذا من البدع، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمره نطق بالنية، كان مباشرة ما كيجيب الماء كيقول بسم الله وكيبدا بغسل اليدين إلى الكوعين. وهذا هو أول ما يبدأ به. أول ما تبدأ به الوضوء أنك تغسل يديك إلى الكوعين 3 ديال المرات قبل ما تخشيهم في السطل. يعني من الخطأ كما كنشوفوا بعض الناس أنه ملي كيجيب السطيلة مباشرة كيخشي يديه في السطيلة وكيغرف منها ويغسل يديه 3 المرات، عاد المضمضة عاد الاستنشاق. لا، راه السنة أنك تغسل يديك إلى الكوعين 3 ديال المرات قبل ما تخشيهم في السطل، عاد من بعد كتغرف بيديك اليمنيه في السطل المضمضه، وهو الامر الثاني من الافعال الوضوء. طبعا هو في المرتبه الثالثه، لان النيه هي الاولى وغسل اليدين الى الكوعين الثاني، والثالث المضمضه. والمضمضه هو انك تدخل الماء لفمك وتخضخضه وتحركه، ثم من بعد تمجو بمعنى تلفظه. ويستحب انك ديرها 3 ديال المرات. ومن موراها الاستنشاق، وهو انك تدخل الماء الانف ديالك وتجرب النفس ديالك للداخل، ثم تستنثر بمعنى تخرج هذاك الشيء اللي دخلتيه في نيفك مع الاستعانه باليد اليسرى. ومن الافضل ان الانسان يبالغ، يعني يدخل مزيان الماء لداخل ديال الانف ديالو، الا اذا كان كيضره او كان صايم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. ومن موراها يغسل وجهه كله 3 ديال المرات استحبابا. والحدود ديال الوجه كيبدا من منبت الشعر المعتاد في راس الجبهه الى اخر الذقن، ومن الاذن الى الاذن عرضا، فلا بد ما يدوز على وجهه كامل بالغسل، والاذنين راه ما داخلينش مع الوجه. بعض الناس كتلقى ملي تيغسل وجهه كيدوز معاه حتى ودنيه، وهذا خطا، لان الوذنين كيتمسحوا مع الراس كما غادي يجي. واقل عدد يغسل فيه وجهه هي وحده، ولا زاد الثانية ولا الثالثة فراه أفضل، غير ما يتعداهاش للرابعة، لأنه غادي يكون طاح في الاعتداء والظلم كما جاء في الحديث. ومن موراها كيدوز ليديه يغسلهم من أطراف الأصابع حتى المرفق ديالو، ولا بد ما يدوز على المرفق لأنهم داخلين في الغسيل، لقول الله سبحانه وتعالى: وأيديكم إلى المرافق. وشحال من واحد كيتساهل في هذا الأمر، خاصة في الشتاء والبرد، كتلقاه لابس الحوايج والجاكيط وهذا، ملي كيجي يتوضا باش كيطلع الحوايج ديالو باش يغسل يديه، المرفق تيبقى واحل مع الحوايج، يعني ما تيخرجوش. فملي كيبغي يغسل يديه كيغسل ولكن ما كيدوش على المرفق، وهذا خطا كيترتب عليه بطلان الوضوء، ولا بطل الوضوء راه غادي تبطل لك الصلاه الا صليتي بها. لان النبي صلى الله عليه وسلم شاف واحد الراجل كيصلي وفي الظهر ديال القدم ديالو قدر ديال اللمعه ما مساش الماء، فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء والصلاه.
والمستحب أنه يغسلو 3 ديال المرات، والواجب هو 1. ومن موراها يمسح الرأس ديالو، يبدأ من مقدمة الرأس عند الجبهة حتى القفا، ثم يردهم منين بداهم، وما يدوش على العنق ديالو كما كيديروا بعض الناس، لأن هذا من الأخطاء وما خصوش يكرر المسح. يعني كندير هذه العملية مرة واحدة، ماشي كما باقي الأعضاء اللي كنغسلهم 3 ديال المرات. علاش؟ لأن الرأس كنتكتفي فقط بالمسح، والمسح مبنى على التخفيف واللي هو مرة واحدة. ومن موراها كنمسح ودنية تاهما مرة واحدة، كنخشي السبابتين في ودنية، وكنمسح بالإبهامين يعني بالصبع الكبير ظاهر أذنية يعني الظهر ديال ودنية، وفي الأخير كنغسل الرجلية حتى الكعبين. والمستحب أنني نغسلها 3 ديال المرات، والواجب هو مرة واحدة. ويتنبه هنا عاوتاني على واحد الأمر خطير اللي كيهملو بزاف ديال الناس، وهو آخر القدم، القدم. شحال من واحد كتلقى كيغسل رجليه كيخوي عليها الماء وبدا يفرك ويدلك وتيهمل وينسى القدم ديالو، وهذا توعد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم اللي شاف بعض الناس كيديروا هكا، فقال عليه الصلاة والسلام: أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار. فإذا باختصار الوضوء بالطريقة الصحيحة هو كالتالي: الأمر الأول النية، ويقول بسم الله هنايا. ثم الأمر الثاني يغسل يديه حتى الكوعين، والأمر الثالث يتمضمض، والرابع يستنشق، والخامس يغسل وجهه، والسادس يغسل يديه حتى المرفق، والسابع يمسح راسه، والثامن من موراه يمسح ودنيه، والأخير التاسع يغسل رجليه حتى الكعبين. ويكون هذا الشيء كامل في نسق واحد على التوالي، ما يفرقش بيناتهم. ماشي يدير مثلا يغسل يديه ويتمضمض ويغسل وجهه ثم يمشي يقضي شي غرض ويدير ويجيب شي صخره ولا يديها ويرجع يقول فين بقيت عند وجهي ارانا نكمل، يغسل يديه ويمسح راسه. لا بد ما يكون هذا الشيء كامل في وقت واحد ما يفرقش بيناتهم.